ليه بنحب الناس غير المناسبة؟ ليا واحد صاحبي مش بينجذب إلا للبنت اللي بيكون واضح وضوح الشمس إنها ما تنفعوش. ما هو ما ينفعش تقول لي بحب هارلي كوين وشايفها هم عيالي، ولا تقولي لي أنا بحب سفاح الجيزة وشايفاه فارس أحلامي. هو إحنا ليه بنحب الأشرار؟ الغريزة اللي جوانا بتحركنا لأهداف شديدة البدائية. يعني لو بتحب واحدة وقاعد بتكتب فيها شعر وبتتكلموا عن الأهداف المشتركة والأحلام المستقبلية وقاعدين بتختاروا النيش والصيني وطقم الجيلي، وانت في النهاية مدفوع بحاجة بدائية جواك مش عايزة من القصة دي كلها إلا إنك تتكاثر وتحافظ على النوع. عشان كده الراجل بينجذب بشكل لا واعي لمواصفات جسدية معينة لمجرد إنها بتدل على الخصوبة والقدرة على الإنجاب حتى لو مش عايز يخلف أساسا. والست بتنجذب غريزيا للراجل الأنجح والأكبر سنا والأطول والأقوى منها، لأنه يقدر يحميها ويحارب الأسود ويصطاد لها الغزالة كل يوم، رغم إنها سترونج اندبندنت وومن ومش عايزة حاجة من الكلام ده كله. فكرة إننا ننجذب لأشخاص مختلفين عننا تماما بيخدم كذا هدف تطوري بيفسر إحنا ليه بننجذب لناس مش مناسبين. السبب الأولاني التنوع الجيني. الغريزة بتشدك للشخص المختلف عنك لأن ده بيحافظ على تنوع الجينات ويقلل الأمراض الوراثية، حاجة كده زي الابتعاد عن جواز القرايب. حسب الدراسة دي خلوا الستات تشم قمصان رجالة عرقانين، معلش تجربة مقرفة شوية، وطلبوا منهم يستنتجوا غريزيا كده مين فيهم قميص الراجل الجذاب اكتر، فلقوا انهم اختاروا بشكل لا واعي اكتر راجل مختلف عنهم في المادة الوراثية، وده بيساعد ان العيال تكون مناعتهم اقوى. طبعا ده لا له علاقة لا بتوافق نفسي ولا اهتمامات مشتركة ولا اي بطيخ، فلو عايز ترتبط ما تمشيش ورا غريزتك. السبب الثاني هو ان بعض الاضطرابات النفسية جذابة جنسيا. الدراسة دي مثلا لقت ان الناس اللي عندهم اضطرابات شخصية زي الاندفاعية والشخصية الحدية والشخصية المعادية للمجتمع والأنانية والقدرة على التلاعب واستغلال الآخرين بيعرفوا يعملوا علاقات أكتر سواء قصيرة أو طويلة الأمد، وعندهم عيال أكتر من غيرهم بنسبة 39%. عارف ليه؟ الشخص النرجسي بيكون شخص واثق من نفسه وعارف بيعمل ايه وازاي يتلاعب بالناس عشان يحقق الاهداف اللي هو عايزها، وكل دي صفات تطورية جذابة خصوصا للستات. الراجل المؤذي النرجسي او السايكوباتي او الميكافيلي بيكون فرصه مع الستات اكبر من الراجل الطيب المحترم خصوصا في العلاقات العابرة. وفي الناحية التانية الست الحلوة البوردر لاين اللي هي عندها اضطراب الشخصية الحدية بتكون جذابة جدا للراجل، بتكون هوت كريزي وومن حسب ما بتوصفها الدراسة دي، لأن بيكون عندها مشاعر جامحة تلقائية، بتاخد قرارات عاطفية مفاجئة، وده بيدي الراجل إحساس بالشغف والإثارة ويحس إن هو في مغامرة عاطفية. وطبعا العلاقة ممكن ما تستمرش لأن الغريزة هدفها إنكم تخلفوا صبيان وبنات مش إنكم تعيشوا في تبات ونبات. في سبب ثالث للانجذاب للأشخاص غير المناسبين هو علاقتك بأبوك وأمك. الانجذاب الغريزي للناس الغلط ممكن يكون راجع لتجارب الطفولة وأنماط التعلق اللي اتكونت عندك. الناس اللي تعرضوا لإساءة في طفولتهم زي الإهمال أو العنف الجسدي أو العاطفي بيكون عندهم احتمالية أعلى للتعلق بشخص مؤذي. يعني لو اتربيت مع أب عصبي أو أم مش متاحة عاطفيا احتمال تلاقي نفسك بتنجذب لزوجة غير متاحة عاطفيا أو زوج عصبي، لأن هي دي العلاقات المألوفة والعادية بالنسبة لك حتى لو كانت مؤذية. حسب الدكتورة هبة شركس لما العلاقات دي بتفشل الشخص ده ممكن يفضل يدور بشكل قهري على حد تاني غير مناسب فيه نفس الصفات السيئة اللي مش ظابطة معاه دي. عارف ليه؟ أبويا كان قاسي معايا أو أمي مش بتحبني، فأنا لما أكبر عندي احتياج إني أشوف حد عنده نفس الصفة دي وأحاول أخليه يحبني، كأني بشكل لا واعي بصلح علاقتي بأبويا وأمي عشان أحس بالحب اللي اتحرمت منه. أنا مش عايز أبقى محبوب وخلاص، أنا عايز أتحب من شخص عنده الصفة دي بالتحديد. والكلام ده له شواهد علمية كتير لقت إن الست غالبا ما بتختار بشكل لا إرادي إنها ترتبط براجل له نفس لون عين أبوها، وكأنها من غير ما تاخد بالها بتنجذب للصفة اللي حسستها من وهي صغيرة بالأمان في الحياة. الله يمسيك بالخير يا حاج فرويد. رابع سبب للتعلق بالأوغاد واللي هتدهشك هي تروما بوندنج، التعلق بالصدمة. يعني انت خلاص لبست في حد واكتشفت انه شرير وبيعذبك وبيأذيك ومطين عليك عيشتك ومخلي حياتك كأنها كابوس. تعمل ايه بقى؟ بالظبط تحبه وتتعلق بيه وتكمل معاه. النوع ده من التعلق المرضي بالمعتدي بيحصل احيانا للي لقوا نفسهم في علاقة مؤذية مش عارفين يخرجوا منها، فبيقنعوا نفسهم ان الشخص ده بيعمل كده عشان بيحبني او بيعذبني بس قلب ابيض من جوه، او ان ضرب الحبيب زي اكل الزبيب.
حسب الدراسة دي الستات أكثر عرضة للوقوع في النوع ده من العلاقات، ممكن لأسباب متعلقة بصورة نمطية مشوهة للرجولة، أو لأسباب اقتصادية مفيش اختيار تاني مش هقدر أعيش من غيره، أو الاعتماد العاطفي والخوف من الوحدة، أو ودي نقطة مهمة جدا نقص التقدير الذاتي. الشخص اللي عنده تقدير ذاتي منخفض وصورة سلبية عن نفسه ممكن ينجذب لشريك حياة بيأكد الصورة دي، لأن هي دي العلاقة المتوافقة مع نظرته السلبية لنفسه وتجاربه السابقة. يعني شريكي بيعاملني كأني ما استاهلش، عادي، ما أنا حاسس من جوايا أصلا إن أنا ما استاهلش. فرجلك بتغرز أكتر في العلاقات المؤذية وتقعد تلتمس أعذار، هو بيضربني ويخوني وبيجلدني كل يوم بس بيحبني يا جماعة، عادي يعني. خلاصة الكلام، المشاعر مش كفاية، والثيرابي مش فكرة وحشة خالص على فكرة. لكن قبل ما تحجز ميعاد الثيرابي ما تنساش تعمل لايك وشير وتتفاعل لو عايز المحتوى ده يستمر. أشوفكم على خير وفوتكم بعافية.